بسم الله الرحمن الرحيم، كل سنة وانتم طيبين بمناسبة العام الدراسي الجديد. هنعمل النهارده بقى ان شاء الله العيش الفينو بتاع المخابز واحلى كمان. بس ما ننساش اللايك الجميل بتاعنا وشاركوا الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد. معايا كوباية مية دافية، معايا معلقة خميرة كبيرة يعني باكل اللي هو 16 جرام، معايا ربع كوباية سكر، معايا معلقة ونص لبن بودرة. ده اساسي، وبنقلب وبعدين بناخد من كمية الدقيق اللي احنا هناخدها كوباية دقيق، لأن هي دي هتبقى الخميرة، وبنغطيها 10 دقايق وبنسيبها 10 دقايق لحد ما ترتفع كده تمام ومتظبطة. هنضيف عليها 4 معالق زيت من الزيت النقي ونقلب كويس. وبعدين بناخد بقى بقية الدقيق بتاعنا اللي هو 4 كوبايات، احنا خدنا كوباية فاضل 3 كوبايات، وكمان نص معلقة ملح ونص معلقة بودر أو معلقة بودر صغيرة ممسوحة. وبنقلب كويس قوي وندخل المكونات في بعضها. وبعدين بناخد كمية الدقيق بتاعنا بقى وبنضيف عليه كوباية مية دافية أو من الحنفية عادي. احنا طبعا عارفين ان المية حسب نوع الدقيق، يعني هنا احنا احتاجنا شوية دقيق فحطينا ربع كوباية دقيق كمان، يعني احنا خدنا كده 4 كوبايات مكبوسين مليانين لغاية ما تتكون عندنا عجينة ما بتلزقش بس طرية. حطيت عليها نقطة زيت كده عشان تتحط في البولة، وبنسيبها وبنغطيها بكيس بفوطة بأي حاجة عندك بستريتش لغاية ما تخمر. تمام. وطبعا الجو حر شوية فبسم الله ما شاء الله ما خدتش يعني ربع ساعة. تمام. بعدين هنقطعها كده على بقى المفرش بتاع العجين، هنقطعها كور زي ما انت شايفاها كده، وهنغطيها بكيس من أكياس اللبن ونبتدي نشتغل في كورة كورة. أول بداية اللي هي الكورة اللي كانت أول واحدة، وبالنشابة كده وبنعملها على هيئة مستطيل شوية، وبعد يعني السمك بتاعها بيبقى 1 سنتي. ونقفل بقى كويس قوي اللي هي الفتحة دي، نقفلها كويس قوي والطرفين. تمام. نعمل واحدة كمان قدامكم بتخليها مستطيلة مش دايرة، وبرده السمك سنتي واحد، وبتبرميها كده. والفتحة بتاعت العجينة دي بتدخليها ببعضها ومن الأطراف كمان، وبتحطيها في صينية طبعا يعني مدهونة كده زيت بالفرشة. تمام. وزي ما انت شايفاها كده طلعوا 12 رغيف، يعني 4 كوبايات دي طلعوا 12 رغيف، وحسب الحجم اللي انت عايزاه برضو. معاكي بيضة وعليها شوية فانيليا، وبتدهني الوش وفي فرن سابق التسخين. شوفي هو في الفرن كان جميل ازاي. اول ما بيطلع من الفرن بترشيه ميه كده بايديكي وبتغطيه بالفوطه عشان يبقى طري وجميل. وطبعا بتخبزيه على 200 درجه وبياخد ربع ساعه. وكده قدمنا العيش الفينو بتاع المخابز بأسهل طريقة. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، وبألف هنا وعافية.